بسم الله الرحمن الرحيم، ورجعت لكم فيديو جديد. النهارده هنعمل مع بعض البوكيه ده، او بمعنى اصح احنا مش هنعمله بس، لا تعالوا كده هقول لكم على شويه تكات وحركات، عشان ناس كتير قوي بتقولي زي ما انت عملتي في اللي هو تخطيط للمشروع الكامل بتاع البالون. لا بقى انت كمان عايزاكي تعملي لنا تخطيط لكل حاجه. فاحنا هنبتدي ده كده تاني مشروع معانا، هو مشروع بوكيهات الافراح. اكتر حاجه بتلخبط هو تسعير بوكيه الافراح اللي هو بيبقى مختلف زي ده. في كام نوع ورد، انواع كتيره قوي وافكار كتيره قوي ومختلف كده. فهتلاقيكي استخدمتي انواع، يعني مثلا زي لونين وانواع تانية، كل ورده نوع. طب انت يا مي هتسعريه ازاي؟ هقول لكم. طيب البروش ده او اللي هو الدبوس بتاع العريس او صحاب العريس بتعمليه ازاي؟ طيب او برضو بتسعريه ازاي؟ هقول لكم. تمام، ان شاء الله هنقول كل ده في الفيديو ده باذن الله. صندوق الوصف روحوا عليه على طول عشان هتلاقوا لو عايزين البوكيه ده جاهز كامل متكامل، او البروش ده كامل متكامل، تقدروا تطلبوه على التليجرام، وهنزل صوره باذن الله النهارده. وكمان لو حابين الخامات ابعتوا لي برضو على التليجرام، فهنزله لكم في صندوق الوصف، روحوا شوفوه على طول. وهتلاقوا برضو في رقم للاستفسارات، رقم واتس فقط لا غير. الفروع دي انا جبت منها، طبعا الواحده بتبقى فيها اكتر من فرع، بتبقى فيها حوالي 5 فروع. فاحنا لازم نعرف احنا هنستخدم كام فرع في البوكيه. البيبي فلاور ده هناخد كام بيبي فلاور في البوكيه. الهيج ده تمام. الورد، طيب شوفوا كام نوع ورد. طيب ازاي ما هتسعريه؟ اقول لكم هنعمل ايه دلوقتي. اول حاجه الباقه مثلا باقه التوليب دي، مثلا التوليب اللي هو اللون السيمون ده حوالي 5 وردات. والله التوليب ده جه مثلا ب100 جنيه، فهنقسم ال100 جنيه على ال5 وردات. لازم نعرف سعر الوردة الواحدة. تمام. طيب الورد الطبيعي اللي هو لونه قريب من البني كده، لا هو كشمير ولا هو بني ولا كام. والله الباقة بتاعته 6 وردات بكام يا مي؟ هنقول مثلا ب120 جنيه، فهنقسم ال120 على ال6 وردات، هنجيب تمن الوردة واحدة. السيمون اللي هو المدور ده اللي هو اسم نوعه ايه، انا مش لازم نتكلم في الانواع. طيب بكام؟ اللي هو اللي فيه، اللي خدتوا بالكم من النوع ده رائع. هو اي نعم الوردة السيموني ده صغيرة، بس ال اسمها ايه، الفرع بتاعها جلد، فحلو. تمام. طيب الفروع الخضرا دي بكام؟ مثلا ب45 جنيه. هما كام فرع؟ 5 فروع، هنقسم على كذا. بيبي فلاور ده بكام؟ مثلا ب100 جنيه، يبقى نقسمه على الكام. تمام. النوع الورد ده لازم تعرفوا انتوا جبتوا خامات قد ايه بالمنظر ده. تمام. هنحتاج، طب احنا مثلا احتجت وردتين بس، والله مثلا الوردة طلعت ب20 جنيه، فانا احتجت وردتين، يبقى هنسعر ازاي يا مي؟ هنكتب. يبقى اول حاجة هنحتاجها في التسعير هي ايه؟ سعر كل وردة بكام، لان كل باقة ورد ليها سعر مختلف. يا رب تكون الدنيا واضحة. طب ايه الادوات المهمة يا مي اللي هنحتاجها كبداية مشروع الورد؟ القصافة دي مهمة عشان ورد كتير جدا هتحتاجوا ان انتوا تقصوا بيها. المقص ده في منه انواع كتيرة طبعا، وفي مقص بيبقى حديد بيقص الورد اصلا. طيب اللي هو الخيط الهيش، طبعا مسدس الشمع. تمام. انا بقول لكم الحاجات دي ليه الادوات دي؟ هاتوا ورقه وقلم بقى واعملوا زي المره اللي فاتت. انا بصراحه المره دي ما جبتش ورقه وقلم لاني كنت بشتغل. هنحتاج شمع. كل الحاجات دي بتضاف على التسعير، خلي بالكم. الشمع طبعا ده لان احنا بنستهلكه. السعر اللي هو طبعا القفيز، سعر مثلا اللي هو الخيط الهيش ده بالمنظر ده طبعا. والبيبي فلاور زي ما قلت لكم بنعد الباقه مثلا دي مثلا ب120 جنيه، ب200 جنيه، بنعد كام باقه، عدد الباقات بتاعتهم، والله 10 باقات، فبنقسم المبلغ على عددهم، هيدينا سعر الواحده بكام. زي ما قلت لكم في البالون، في تسعير خامات البالون مهم جدا في حاجه اسمها اهلاك. مسدس الشمعة هيبقى ليه إهلاك. تمام. القصافة ليها إهلاك. المقص ليه إهلاك، لأن مثلا المقص عمره هنستخدمه شوية وبعدين هيبوظ، فهنوقف بعد كده نضطر نشتري واحد جديد، فهو ليه إهلاك، فبيتضاف جزء من سعره على سعر البوكيه.
طيب مهم جدا برضو نعرف الساعة التشغيلية بتاعتي. انا مثلا زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات، والله انا ساعتي التشغيلية 20 جنيه، انا ساعتي التشغيلية 100 جنيه، حسب بقى كل واحد وحسب ما يقيم مرتبه. يبقى التسعير تاني يا مي، الخامات. تمام، الخامات بكام؟ انا مثلا استهلكت كام؟ استهلكت فرعين او 3 فروع، قولي 4 فروع. تمام، ال4 فروع دول سعر الفرع مثلا ب10 جنيه، فهضيف 40 جنيه زائد، في ورقه وقلم كده واكتبوا. تمام، انا استهلكت وردتين بس من الباقة كاملة، ماشي، الوردة تقريبا هتبقى ب20 جنيه، استهلكت وردتين، ف20 في 2 هيبقى زائد 40 جنيه. تمام، مسدس الشمع الإهلاك بتاعه مثلا 20 جنيه هنضيفها. أنا اشتغلت في بوكيه ده خد مني وقت ساعتين، ساعتي التشغيلية ب20 جنيه، فهنضيف 40 جنيه. تمام، يا رب بس كده تكون الموضوع بسيط بالنسبة لكم، ما يكونش معقد. لو حسيت ان هو هيبقى اوفر قوي على سعر البوكيه، ممكن تنزله في حاجه بسيطه. يعني انتوا عارفين السوق ماشي ازاي، صح؟ ما بنحرقش سعر زي ما احنا قلنا. يبقى بنعرف ازاي بنعد الورد كويس جدا. انا استهلكت وردتين 3 4، طبعا في كماليات زي دي كده بتبقى من الباقات الكبيره، الكماليات دي برضو ممكن نقيم لها سعر 5 10 وهكذا. تمام، الفروع، الهيش، كل الحاجات دي بتضاف. ورقه وقلم بقى وهتضيفوها، هتعرفوا استهلكت قد ايه. يا رب بس كده تكون كل بقى كده احنا كده قلنا تسعيرها كلها صح، ما اعتقدش ان في حاجه ناقصه. بنجمع البوكيه طبعا زي ما انتوا شفتوا فيديوهات فاتت كتيره جدا، وعامله بلاي ليست كامله عن بوكيهات. ده غير طبعا الكريستال والبوكيهات التوليب والحاجات دي، ده شويه مختلف. البوكيه ده يمكن يكون بس ما كملتش تصويره، لان هو يعني خد مني بصراحه ورد كتير ومجهود كبير قوي. المهم لو انتوا معاكم صوره من البوكيه قبل تنفيذ للعميله، بنعمل ايه؟ لو خايفين برضو تغلطوا او كده، بنعد الورد وبنعرف بقى تقييمنا تقريبا هيبقى بكام. طيب بتعملي ايه بقى يا مي لو انت هتستخدمي برضو او هتعملي البروش بتاع اصحاب العريس؟ بيبقى نفس الفكره. تمام، والله انا جبت الورد ده بكذا، بنقسم على كذا. انا استخدمت مثلا فرع واحد من الهيش، استخدمت فرع واحد من البيبي فلاور، لو انا هزود نوع ورد تاني صغير فبضيفهم على بعض، بحط قطع صغيرة جدا. بنحاول ان احنا نبرز البروش بتاع العريس مختلف عن اصحاب العريس، وبنحاول كله يبقى مية واحدة. تمام، ده بقى بعينيكوا بالذوق بتاعكوا علشان يبقى قريب من بوكيه العروسة. انا هنا برضو استخدمت كل اللي استخدمتهم تقريبا، ما عدا الوردة دي هي الوحيدة اللي مختلفة، لاني بصراحه ما كنتش عارفه اجيب ايه الورد الصغير من البوكيهات، بس دي كان فيه كده نفس النقطه، وفي ابيض برضو. واستخدمت بقى اللي هو الفل، نوع الورد الفل ده. انا كنت خايفه ما يكونش قايم، بس الحمد لله احنا خليناه قايم. طبعا في منه الوان، الدرجه دي برضو كنت قريبه شويه للبني، بس هي اقرب حاجه للبوكيه بصراحه، ما كنتش عارفه اقرب من كده. تمام، انا حطيت بيبي فلاور وورديه صغيره في الجنب، والنوع الورد ده انا لفيته، هو بيبقى فيه سلك كده، بلفه على البوكيه فبيمسك كويس جدا. وبحط بقى اللي هو الخيط الهيش بالمنظر ده، بلفه عليه. تقريبا عملت معاكم بروشات قبل كده، بس هو في الفيديو ده بصراحه كان يعني حبيت ان انا اتكلم في التسعير اكتر، وبرضو احنا في نفس الوقت بنشوف فيديو، ما عملتكمش فيديو تسعيري بس كده على اي حاجه. بصوا كان شكله كان عامل ازاي. هي بس الحاجه الاخيره اللي كانت ناقصه بالنسبه لي، انا هيمسك ازاي في في البدله بتاعه الرجاله يعني. فالدبوس ده بصراحه كان مناسب جدا، نقطه شمع واحده لزق. وبرضو عملت كده في بوكيه العريس، بس بصراحه بوكيه العريس زودت فيه شويه حاجات كده وتفاصيل اكتر علشان يبقى مختلف عنهم. ده كده يبقى بسيط، لكن طبعا ده ممكن كده، ده لوحده كده اصلا ممكن ينفع لبوكيه عريس لو انتوا يعني الدبوس كعريس لو انتوا هتعملوا واحد بس للعريس، لكن لو هتعملوا اصحاب العريس فهتحتاجوا تعملوا حاجه قليله علشان يبقى اللي هو الباقه الصغيره بتاعه العريس تبقى احلى واقيم واكتر. وهتشوفوها دلوقتي. الورده الصغيره دي بصراحه يعني من بوكيه كده، من باقه فيها بيبي فلاور، فبنحط سعر تقريبي. تمام، يا رب بس الفيديو ما يكونش تقيل عليكم، وتكون الرساله اللي انا عايزه اوضحها وصلت لكم. المهم نشتغل،
المهم تبداوا. اللي عايز اي تفاصيل انا معاكم والله، وبحاول ارد على قد ما اقدر على رسائلكم. وبجد بشكركم. لو انتوا لسه بتشوفوا نفس الفيديو ما تنسوش اللايك.